السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على وحده من ابرز النساء في تاريخ المغرب. هي وحده من الرموز البارزه في الحركه الوطنيه ديال التحرير اللي لعبات دور كبير ومحوري في النضال الوطني من اجل الحريه والاستقلال. هي المراه الوحيده اللي وقعت على وثيقه المطالبه بالاستقلال ديال 11 يناير 1944 من بين 66 توقيع. هاد المراه كتعتبر وحده من الرواد ديال الحركه النسائيه اللي كانت من المناضلات اللي طالبات بحق التعليم للفتيات والنساء، وطالبات حتى بالمساواه في الحقوق مع الرجال. ليها كيرجع الفضل في فتح قسم ثانوي وجامعي للفتيات بجامعه القرويين، وهي اللي قدمت اقتراح الملك محمد الخامس باش النساء يقدروا يمارسوا حقهم السياسي في التصويت. اليوم غادي نهضروا على أول مرة صحفية مغربية معروفة واللي كانت كاتبة وناشطة اجتماعية وسياسية اللي عندها تأثير كبير في بناء المغرب الحديث. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا مع بعضنا القصة العظيمة ديال ملكة الفاسي. تزادت ملكة الفاسي يوم 19 يونيو 1919 بمدينة فاس. الأب ديالها المهدي الفاسي كان قاضي وكان من أكثر المعادين للاستعمار. كان مقتنع أن العلم والمعرفة هما الأساس اللي كينميو الوعي الوطني. هادشي علاش حاول يدير كل ما في استطاعته باش يربي ولاده وبنته بنفس الطريقة وبلا ما يفرق بيناتهم. صمم على التعليم ديالها بحال خوتها الذكور. بعد ما قرات في دار الفقيهة، الأب ديالها حول جناح من الدار للمدرسة وجاب أساتذة أكفاء من القرويين باش يسهروا على التربية والتعليم ديالها، حيث البنت ما كانش عندها الحق تقرا. الدراسة ديالها ما كانش مقتصرة غير على العلوم الدينية فقط، ولكن حتى على الأدب والتاريخ والسياسة. كانت تعلمت اللغة العربية والفرنسية بامتياز، وكانت مولعة بالقراءة والكتابة. كانت كتمشي لمولاي إدريس مع الخال ديالها باش تتعلم الأمداح النبوية، والأب ديالها كان كيبغي الموسيقى بزاف. هادشي علاش علمها موسيقى الآلة وحفظات نوبات كثيرة وتعلمت تضرب على العود والكير. كانت عندهم خزانة كبيرة في الدار وكانت دايما هزة كتاب في يديها، وهذا الشيء كله خلاها تكون شخصية مثقفة وواعية بالقضايا الكبرى في زمانها. وهي عندها 9 سنين بدات كتسائل علاش القرويين اللي كان مشروع مرأة واللي أسسها مرأة، الفتيات ما كانش عندهم الحق يقراو فيها. علاش البنات ما كانش عندهم الحق يتمكنوا من المعرفة وياخذوا حتى هما المبادرة ويوصلوا صوتهم ويساهموا حتى هما في تنمية المجتمع ديالهم. من صغرها وهي كتقول أن المرأة المغربية لا بد ما تحرر ويكون عندها الحق بحال الرجل في التعليم والمعرفة. في طفولتها تأثرت بالوضع اللي كان ديك الساعة من مقاومة الاستعمار الفرنسي، وشهدت على كيفاش كان الاحتلال كيأثر على الحياة اليومية وعلى الوضع الاجتماعي والثقافي لبلادها، وكانت كتحس بالظلم اللي تعرضوا ليه النساء والمغاربة تحت الاستعمار. وهذا الشيء شعل في قلبها حب الوطن والرغبة في تغيير الوضع، وكانت من النساء اللي شاركوا في الاحتجاجات والتظاهرات ضد الاستعمار الفرنسي، خاصة بعد إصدار الظهير البربري سنة 1930 واللي كان كيهدف لفصل المغاربة على أساس عرقي. وهنا وفي هذا السياق فين جا بروز ملكة الفاسي. سنة 1935 وهي عندها 15 عام كتبت ملكة أول مقال ديالها في مجلة المغرب. وحيت المرأة كان صعيب عليها تعبر بحرية على الرأي ديالها في ذاك الوقت، كانت ملكة كتستخدم اسم مستعار واللي هو الفتاة، واللي من بعد رداته باحثة الحاضرة. وكانت هذه هي البداية ديال سلسلة من المقالات اللي عبرت من خلالها على رفضها للسياسات الاستعمارية اللي كانت كتهدف لتهميش المرأة المغربية، وطالبات بحقوق النساء بالتعليم والتمكين الاجتماعي. ما اقتصرتش المقالات ديالها غير على القضايا ديال النساء، ولكن تناولات حتى قضايا وطنية كبيرة بحال الحرية والاستقلال. ملكة كتعتبر أول مرة صحفية مغربية مشهورة، وكانت من بين الصحفيين المغاربة اللي كيكتبوا بجرأة. المقالات ديالها كانت كتطبع في مجلات وطنية وجرائد اللي معروفة وكبيرة بحال رسالة المغرب، العلم والنهضة، وكانت كتعتبر من الأصوات الوطنية الأولى اللي دافعت على قضية المرأة المغربية ودافعت على حقوقها في ميدان التعليم. وهكا دارت من إصلاح وضعية المرأة المغربية حاجة وطنية وضرورية. الدور ديالها كصحفية كان مهم بزاف، إيصال الأفكار ديالها للمجتمع، وكانت كتحاول توعي الناس بأهمية التعليم والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. ملكة كانت كتآمن
أنه المرأة خاصها لا بد ما تقرا وتتعلم باش تقدر تولي شريكة حقيقية للرجل وباش تربي الأجيال المستقبلية على قيم الوطنية والمعرفة. هذه الفكرة ديالها دارت نقاشات كبيرة في المجتمع المغربي في ذاك الوقت. من حصلت الأميرة لاله عائشة على شهادة الابتدائية كتبت ملكة الفاسي مقال تحت عنوان نهضة المرأة المغربية، واعتبرت هذه الشهادة ديالها كشعار الولادة جديدة للنساء المغربيات، وأعلنت أنه الآن تم فتح المدارس الابتدائية للبنات. تزوجت ملكة من ولد عمها محمد الفاسي، وكانت كتقول أنها كانت معجبة به كرجل مثقف وكمدافع عن الوطن. بغاو بعضياتهم وتزوجوا برضا الجميع في العائلة، ومني ولدات ما كانتش كتفرق بين الولاد والبنات وربتهم بنفس الطريقة. الزوج ديالها كان كيقدر المعرفة وكيستوعب بشكل عميق معنى التحول اللي خاص يوقع في المجتمع المغربي وإشراك المرأة في هذا التحول. وشاء القدر أن الزوج ديالها غيولي أستاذ في المعهد المولوي بالقصر الملكي في الرباط، وهكا غيتحل لها الباب باش تدخل للقصر وتتعرف على العائلة الملكية، وغادي ترتبط بعلاقة قوية بزوجة الملك الوطني لاله عبلة. ملكة الفاسي كانت معروفة بالنضال الوطني والتأثير الثقافي، وكانت شخصية محورية في الحياة الاجتماعية والسياسية، وعلاقتها مع عائلتها ومع باقي الشخصيات الوطنية كانت مهمة بزاف. كانت إنسانة اللي شجاعة ومن أوائل النساء اللي انضمت للحركة الوطنية عام 1936. هي أول مرة كانت تنتمي لأول نواة في الحركة الوطنية، وكانت الاجتماعات كتدوز بسرية عندها في الدار. والزوج ديالها محمد الفاسي هو الرابط بين الحركة الوطنية والسلطان محمد الخامس، كان كيتشاور معاه وكان كيخبروا بجميع الخطوات اللي كيديروها. عام 1937 تأسس الحزب الوطني ودخلت معاهم، ومن بعد ولات عضو فيما يسمى بالطائفة أو الزاوية، واللي هي وحدة من الخلايا الضيقة والسرية، وتمكنت من أنها تفرض ذاتها باش تستحق مكانها ضمن هذه الطائفة. عام 1943 تم تعيين الزوج ديالها مدير لجامعة القرويين، وبالتنسيق معاه ومع الملك محمد الخامس قامت بفتح قسم ثانوي وجامعي خاص للفتيات، وكان من بين أولى الخريجات أسماء نسائية استثنائية بحال عائشة السقاط، فاطمة القباج، حبيبة البرقادي وغيرهم اللي فتحوا الطريق للأجيال القادمة. كانت ملكة رائدة في الدفاع على حقوق المرأة من الصغر ديالها، وكانت أكبر معركة خاضتها بلا شك هي نضالها من أجل تعليم الفتيات وإنشاء مراكز متخصصة وحث الآباء على تسجيل بناتهم، وكانت كتشرف عليهم بإصرار وتفاني. وبنفس الروح طلبت من المدير الفرنسي للتعليم بالموافقة على إنشاء مدارس للفتيات، ونجحت في هذا الشيء. من بين اللحظات البارزة في حياتها هو توقيعها على وثيقة المطالبة بالاستقلال ديال 11 يناير 1944. كانت المرأة الوحيدة اللي وقعت على هذه الوثيقة من بين 66 توقيع، وفي هذه الفترة كانت كتواجه مخاطر كبيرة من طرف الاستعمار، ولكن كانت شجاعة وبقات ثابتة في موقفها، حيث كانت عندها رؤية واضحة للمستقبل المغرب الحر. وقت القمع اللي جا من بعد ما تشد الزوج ديالها لمدة عامين ومجموعة من الرفاق ديالها في الحركة الوطنية، ملكة ما خافتش وكملات العمل ديالها في الحزب، واستمرت في الحركة ديال تحرير المغرب، وكملات العمل ديالها مع مساندة من طرف الجبهة الشعبية. وكانت الفكرة أن ملكة هي اللي ترأس هذه الحركة مع بعض الوطنيين. قادت المقاومة النسائية بصرامة، ولعبت دور مهم في التواصل مع الملك محمد الخامس، حيث كانت من القلائل اللي عندهم الحق يدخلوا للقصر. يوم 19 غشت 1953 غتكون آخر وحدة تلاقات الملك محمد الخامس بالمنزل ديالو قبل ما يتم النفي ديالو، وقالت له أنها جات باش تبلغوا تأثر ديال الحركة الوطنية بالخبر ديال النفي ديالو. طلب منها محمد الخامس باش ما يوقفوش العمل ديالهم وما يهداوش ويواصلوا النضال من أجل تحقيق طموح الشعب المغربي، ووعدته على ذلك. بعد النفي ديال الملك محمد الخامس هنا تبدا المقاومة الفعلية. ناضت المقاومة المسلحة. كانت ملكة كتخبي السلاح عندها في الدار، وبالرغم من أنهم كانوا دايرين عليها حراسة مشددة اللي كانت كتدور على دارها حتى 12 ديال الليل، في الجوج ديال الصباح كانوا كيجوها الناس وتيدقوا على دارها وكيعطيوها رسائل مشفرة، وكيكونوا يا جايين باش ياخذوا السلاح، يا جايين باش يخبيوه، يا جايين باش ياخذوا شي معلومة أو تعطيهم شي معلومة، أو باش ياخذوا شي تعليمات أو يعطيو شي تعليمات. وكانت ملكة على قد المسؤولية، ونضلات حتى بلسانها وبالقلم ديالها من أجل دعم الحركة الوطنية،
حتى جا نهار اللي رجع فيه الملك محمد الخامس من المنفى لأرض الوطن. الكفاح ديال المغاربة رجالا ونساء والتضحيات ديالهم رجع الاستقلال والحرية للبلاد. عام 1956 ملكة الفاسي كمناضلة وطنية ملتزمة اكتفات من الأنشطة الوطنية ديالها باش تعطي صورة جديدة للمرأة المغربية بعد الاستقلال. كانت ضمن المؤسسين ديال رابطة محاربة الأمية والتعليم الأساسي. في نفس السنة وتحت رئاسة الأميرة لاله عائشة كانت من بين المؤسسين ديال مؤسسة التعاون الوطني. وبإرادة قوية من أجل تمكين النساء بجميع الحقوق ديالهم قدمت اقتراح للملك باش يسمح للنساء بالتصويت، وهذا الاقتراح لاقى ترحيب من محمد الخامس. كانت ملكة إنسانة في الروح ديالها، ما خلاتش المحتاجين الأيتام ومرضى السرطان بلا مساعدة. هذا الشيء علاش قامت بتأسيس جمعية المواساة مع بعض نساء الرباط عام 1960 لدعم ورعاية المحتاجين، وكانت حتى كتعطي دروس المحو الأمية. وكانت هذه الجمعية من الأوائل الجمعيات اللي حصلت على دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. عام 1962 الملك الحسن الثاني كان عنده اهتمام خاص بملكة الفاسي وبالعمل ديالها. هذا الشيء علاش عرض عليها منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة ديالو. وهذه الخطوة كتعبر على التقدير الكبير لجهودها والمساهمة في النضال الوطني ولتحسين وضعية المرأة. هذا العرض كان خطوة كبيرة في مسار حياتها، ولكن ملكة رفضت وفضلت تواصل العمل ديالها من خلال المجتمع المدني والنشاطات الاجتماعية، حيث المجتمع المدني كيعطيها حرية أكبر باش تحقق الأهداف ديالها. كان عندها دور كبير في الدعوة للإصلاحات القانونية اللي من شأنها تحسين وضع المرأة في المغرب، وكانت كتركز على ضرورة تغيير القوانين اللي كتعيق تقدم المرأة المغربية والتعليم ديالها. كانت ملكة كتآمن أن التغيير الحقيقي كيبدا من القاعدة، من خلال تعليم الأجيال القادمة والتوعية ديالها. هذا الشيء علاش استمرت في المشاركة الفاعلة في النقاشات السياسية الوطنية، وشاركات في العديد من المؤتمرات والندوات في بزاف ديال الدول بحال الصين ورومانيا، وتم التكريم ديالها من طرف الاتحاد السوفيتي بميدالية على مساهمتها على تعزيز الصداقة المغربية السوفيتية. حصلت على عدة جوائز منها تكريم اليونسكو لنضالها ضد الأمية. وحتى في آخر حياتها من جلالة الملك محمد السادس فكر في المدونة ديال 2004 اتصل بها ولبات ليه الطلب ومشات وعطات اقتراحات. في 2005 حظات بتكريم وسامي من جلالة الملك محمد السادس في الذكرى الخمسينية الوثيقة المطالبة بالاستقلال. توفت ملكة يوم 12 ماي 2007 ودفنات في ضريح الحسن الأول بالرباط. خلات من موراها إرث اللي أيبقى حي من خلال المدارس اللي أسستها والكتب اللي كتبتها والنضالات اللي قادتها. اليوم كيتعتبر الاسم ديالها رمز للشجاعة والتضحية من أجل الوطن والمرأة. وصلنا لنهاية هذا الفيديو اللي تعرفنا فيه على مسار حياة ملكة الفاسي، المرأة اللي سطرت الاسم ديالها في صفحات التاريخ المغربي، وكانت كاتبة صحفية ومناضلة اللي بفضلها وبفضل النساء بحالها ولات المرأة المغربية جزء لا يتجزأ من مسيرة بناء الوطن. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنساوش تضغطوا على لايك، تخليوا لنا تعليق وتابوناو في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف على المتابعة، والى اللقاء في فيديو جديد.